العربية اللي معانا النهاردة عربية مش جديدة وكل الناس عارفينها. عربية إيطالي بتتميز إن حجمها مش كبير ولكن عملية جدا وبتناسب جميع الفئات الشبابية. ده غير كمان شكلها الرياضي والانسيابية ومتعة القيادة بتاعتها. العربية كل اللي تطور فيها إن تغير محرك الوقود بموتور كهربائي، وتانك البنزين استبدلناه بالبطاريات الليثيوم. العربية اللي معانا النهاردة هي الفيات 500 اي الكهربائية بالكامل. تعالوا نشوفها. العربية زي ما انتم شايفين حجمها مش كبير، فالعربية هتكون عملية جدا كسيارة مدينة، خاصة في الزحمة اللي موجودة عندنا. كمان سهولة الركنة اللي هتقدر تركن بيها العربية. ده غير كمان ان العربية زي ما انتم عارفين السيارات الكهربائية مفيش شبكة فيها قدام، لان ما فيهاش محرك وقود اللي بينتج عنه حرارة عالية، فالعربية مش محتاجة تبريد. وزي كمان ما دام ما فيهاش محرك وقود فاكيد طبعا ما فيهاش مش محتاجة ان يكون فيها شكمان. العربية زي ما انتم شايفين بيميزها حاجة رئيسية جدا هنشوفها كتير في الفيات 500 سواء في البنزين او في الكهرباء، وهو السيركلز او الدوائر اللي موجودة زي في الفوانيس الامامية. وكمان هنشوف برضو بيميزها الشكل دوت الدوائر كمان في الانتيريور. هنوريكم دلوقتي المنظر دوت وازاي ان الشكل ده بيميز العربيات ال 500 عامة بشكل عام سواء كهرباء او بنزين. تعالوا نشوف. وعشان الفيات اللي معانا النهارده هي النسخة الكهربائية، فلو جينا بصينا على مكان الشاحن هنلاحظ ان هي ما بتدعمش الشاحن السريع او الدي سي تشارجنج، ولكن بتدعم الاي سي تشارجر اللي تقدر تشحن فيه العربيه في خلال 4 ساعات بس. ده بنتكلم لو انت رايح العربيه 0%، ولكن في الطبيعي ان الناس هتروح 50%، فممكن هتحتاج ساعتين بس عشان تشحن العربيه فيهم وتوصل تاخد رينج 150 كيلو متر في الشحنه الواحده. يعني بمعنى اصح لو رحت بيتك، رحت الجامعة، رحت شغلك، في أي مكان متاح فيه فيشة كهرباء هتقدر تشحن فيه العربية عشان تاخد منها رينج 150 كيلو متر في الشحنة الواحدة. حابب أوريكم كمان مكونات العربية من جوه عاملة إيه. فلو فتحنا كبوت العربية فهنلاقي ان تحت الكفر دوت موجود الموتور الكهربائي بتاع العربية والانفرتر، وطبعا البطارية متوزعة على جسم العربية كله عشان تدينا استابيليتي عالية. يبقى كده الثلاث مكونات الرئيسية اللي عندي هي الموتور والانفرتر والبطارية. مواصفات العربية الفيات 500 اي اللي معانا النهاردة هو موتور كهربائي بقدرة 83 كيلو وات، أي ما يعادل 111 حصان. تسارع العربية من 0 ل 100 في 10.5 جزء من الثانية. المسافة اللي تقدر تمشيها العربية من الشحنة الواحدة هي 140 كيلو متر. العربية بتتمتع ببطارية ليثيوم بسعة 24 كيلو وات ساعة، ونوع التبريد فيها هو الاكتيف كولينج اللي بيعتمد على السائل في عملية التبريد. السرعة القصوى للعربية هي 140 كيلو متر في الساعة. العربية لا تدعم الشاحن السريع، ولكن تقدر تشحنها من 0 ل 80% في خلال 4 ساعات بس من أي فيشة موجودة في البيت. لو جينا بصينا على الفيات 500 اي من جوه هنلاقي ان هي لكجيريوس جدا، فخمه جدا. زائد كمان ان السيركلز اللي موجوده بتميز الشكل الداخلي برضو زي ما قلنا في الاكستيريور، هي كمان موجوده في الانتيريور. هنلاحظها السيركلز موجوده في الزراير بتاعت العربيه كلها، في مخارج التكييف. كمان العربيه زي ما انتم عارفين عربيات الكهرباء ما بيبقاش فيها فتيس، فهنا عندي مجرد النقلات عن طريق زراير اللي انقل ما بين الدي والان والار والبي. كمان عندي الداشبورد اللي قدامي، ودي اللي بتعرفني 4 معلومات مهمة لأي حد بيركب عربية كهرباء. وهو عندي أول حاجة سرعة العربية طبعا موجودة طبعا فوق في أول الداشبورد من فوق. بعد كده على شمالي موجود البرسنتج بتاعت البطارية اللي موجودة عندي قد إيه وتقدر تمشيني كام كيلو متر. زائد كمان اللي على اليمين عندي هتلاقوا إن العربية كمان بتمونيتور البيهيفير بتاعي، فبتقول لي هل أنا بسوق بقيادة ايكونوميكال اقتصادية ما تستهلكش معايا باور
باور عالي فتقدر تديني رينج اطول، ولا انا بسوق بطريقه باورفول محتاج فيها باخد فيها باور عالي جدا عشان اقدر امشي بسرعات عاليه. كمان او ان انا في حاله الريجينيتيف بريكنج لو باجي العربيه بشيل رجلي من عند دواسه البنزين، العربيه بتسترد الطاقه دي عشان تشحن بيها البطاريه. كمان هتلاقوا حاجه جميله جدا موجوده في مقدمه العربيه، وهي الالوان الاورنج اللي انتم شايفينها دي اثناء ما العربيه بتشحن بتظهر، وده عشان اقدر اشوف العربيه شحنت قد ايه عندي لحد دلوقتي. كمان زائد كمان ان هتلاقوا هنا في شاشه اللي هتلاقوا مكتوب عليها توم دي خاصه كمان بالنافيجيشن، اقدر استخدمها في المابس عندي لو هروح اي مكان او حاجه، اقدر استخدمها كنافيجيتور اوصل بيه المكان اللي انا عايزه. فالعربيه بصراحه من جوه رائعه جدا، شبابيه جدا، ناس كتيره جدا هتحبها، فئات الشباب خاصه، وهتعجب بنات كتير جدا لان دي اكتر ناس كانت مهتمه بيها بره في اوروبا. اتمنى يكون الريفيو ده عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب Electrified Egypt عشان تتابعوا كل ما هو جديد عن السيارات الكهربائية في مصر، واستنونا في فيديوهات جديدة قريبا.